بسم الله. بنجيب طاسة العجانة بنحط فيها كوب ونص طحين ونص كوب من طحين الذرة، ملعقة كبيرة سكر ونفسها خميرة، رشة ملح وملعقتين كبار زبدة. هلا بنعجن. هلا بنزل تقريبا كوب ونص مي فاترة. أثناء العجن ضفت نص كوب طحين كمان، يعني صاروا كوبين. بننزل العجينة بالطاسة وبنخليها ترتاح ساعة كاملة. هلا بنحضر الصوص. أول شي بدنا زيت زيتون، قطع حبتين بصل وثلاث أسنان توم. بننزل البصل، الثوم، ملعقة كبيرة أوريجانو، رشة ملح وفلفل أسود. نزل بندورة مهروسة. آخر شي بضيف عليها نص ملعقة كبيرة سكر. نخلط لآخر مرة، وهيك الصوص كمان صار جاهز. بعد ساعة تقريبا العجينة بتكون جاهزة. بنرش الطحين على الطاولة وبنزل فوقها العجينة. وهلا بنفتح العجينة بالشوبك. بنجيب مقلاية أو صحن الفرن وبنحط فيه شوية زيت زيتون، بندهنها كتير منيح، وهلا بننزل العجينة فوقها. بنوزعها بهالشكل. هالنوع من البيتزا بده جبنة كتير، فلا تستغربوا من الكمية. أول طبقة راح تكون جبنة، وبعدها بننزل الصوص، وآخر شي كمان جبنة. وهلا بنحطها بالفرن نص ساعة تقريبا على درجة حرارة 180، وهيك تكون النتيجة بعد نص ساعة.